السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحكاية بحذافيرها. قصتنا النهاردة عن أنسام اللي جمعت بين زوجين وقتلت زوجها بواسطة عشيقها وباعت أعضائه علشان تتجوز بيه. يا ريت قبل ما نبدأ قصتنا نصلي بينا على الحبيب النبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي بيحب المحتوى بتاعه بيحب يتابعني يا ريت يعملي لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت يكتب كومنت يقول في رايه في القصه. النهارده بتبدا من عند سيف شاب في العشرينات من عمره زي اي شاب، كان ساكن في المطريه، كان بيدور على عروسه. احد اصدقائه دله على عروسه اسمها أنسام كانت ساكنه في حدائق القبه. سيف شاف أنسام وعجبته جدا، لكن أنسام ما كانتش موافقة على سيف عشان هي كانت بتحب واحد تاني خالص اسمه محمد. أنسام لما سيف اتقدم لها طلبت من محمد ان هو يتقدم لها وان هي تقنع اهله بيه، لكن محمد كان شايف اللي هو ظروفه غير مناسبة واللي هو ما يقدرش على الجواز. أنسام اضطرت ان هي توافق على سيف، وبس كان والد سيف ما كانش موافق على الجوازة، ما كانش بيرتاح لها، ولدرجة ان هو ما حضرش الفرح عشان حاسس ان هو مش مرتاح لها. لكن سيف كان معجب بأنسام جدا وكمل الفرح وكمل الجوازة، وكان بينهم مشاكل عادية جدا زي اي زوجين لحد ما جه الطفل الاول مات. محمد كمان أنسام قال لها ان هي وحشته، وفعلا علاقة الحب رجعت مرة اخرى، ولكن تطورت العلاقة واصبحت علاقة غير مشروعة. أنسام ومحمد كمان كانوا بيتقابلوا مع بعض، لكن لما أنسام انجبت ابنها التاني فكانت المقابلة بينهم صعبة، فقررت أنسام ان هي تعمل خطة عشان تعرف تشوف محمد كمال. فقررت ان هي تقنع زوجها ان هي تشتغل في الاسكندرية وتقعد 4 ايام في الاسكندرية. وبالفعل جوزها وافق واشتغلت أنسام في الاسكندرية، وكانت بتقابل هناك محمد كمال في حدائق القبة. لكن الغريب في قصتنا اللي أنسام ما اكتفتش كده، واتحالفت مع شيخها وقررت انها تقتل جوزها سيف بالاشتراك مع محمد كمال. أنسام طلبت من سيف ان هو يشتري عربية. سيف رفض، قال لها انا معيش فلوس ان انا اشتري عربية. هي قعدت تقنعه اللي هو يشتري عربية عشان يروح بيها الشغل، وسهلت له الموضوع جدا، قالت له انا هبيع جزء من ذهبي عشان تعرف تشتري العربية. وبالفعل سيف وافق ان هو يشتري العربية. محمد كمال اتفق مع صديق له اسمه احمد واجر عربية وبعت صورتها لأنسام. أنسام راحت ورت الصورة لزوجها وقالت له العربية دي بتاعت جوز صاحبتي، وان هي عربية لقطة وسعرها كويس جدا. وفعلا سيف اقتنع بكلامها وافق ان هو يشتريها، فاتفق مع محمد كمال ان هو يجي يشوف العربية ويشتريها. اتفقوا في الميعاد، كان الساعة 9 بالليل على الطريق الدائري. راح فعلا سيف راح يشوف العربية، ومحمد كمال هو كان معاه صديقه أحمد، وكان معاه مقدم العربية 5000 جنيه. وراح مع سيف يشوف العربية وقعد يجربها. فجأة لقى محمد كمال وأحمد قتلوه، انقض عليه وقتلوه، دفنوه في أحد المناطق الفاضية في القطامية. أنسام راحت لوالد سيف وقالت له ان سيف راح خد مقدم عربية وراح يشتري عربية، ولغاية دلوقتي من امبارح ما جاش. فوالد سيف راح عمل محضر في القسم ودور عليه في كل المستشفيات وفي كل الاقسام، ولكن معرفوش يوصلوا له، وحتى الشرطة معرفتش توصل له عشان هو ما كانش ليه اي مشاكل مع حد، ما كانش فيه اي شبهة جنائية. لكن بعد عدة شهور أنسام طلقت نفسها من سيف وراحت استنت العدة، وبعد 3 شهور اتجوزت محمد كمال في نفس شقة الزوجية بتاعتها. بابا والد سيف شك في الموضوع وراح قدم محضر في اللي هو يفتح التحقيق من تاني علشان خاطر شكك فيها ان هي تكون سبب ان هي تكون قتلته او عملت فيه اي حاجة.
وفعلا الشرطة فتحت التحقيق من تاني، وفتحت الصفحة الشخصية لأنسام، وجدت رسائل بينها وبين سيف بيتفقوا بقى على قتل سيف، واتصالات بينها وبين محمد كمال بيتفقوا بيها عن قتل سيف. وفعلا اتقبض عليهم واعترفوا وراحوا المكان اللي هم كانوا دافنين فيه سيف. لكن المفاجأة ان هم لقوا سيف عبارة عن اطراف ايدين ورجلين، وكان القفص الصدري مش موجود، وكانت الاعضاء الداخلية مش موجود. فاكتشفوا بعد كده ان محمد كمال باع الاعضاء الداخلية لسيف. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب، نكتب كومنت نقول رأينا في القصة. وإعداد وتقديم مها الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.